جات لنا رسائل كتير الفترة اللي فاتت، بتبقى ناس حيرانة مش عارفة تختار اللاب المناسب ليها أو السعر المناسب ليها. فاحنا في كومبيوسيف هنوفر عليك الحيرة دي وهنقدر نساعدك ونوصلك للي انت محتاجه بسهولة. وفرنا لك الثلاث فئات اللي أكيد في لاب منهم هيناسب الإمكانيات اللي انت محتاجها. أول فئة معانا الفئة الاقتصادية، ودي وفرنا لك منها لابين مش لاب واحد. في لاب i7 جيل سادس، رامات 8 هارد 256، واللاب التاني i5 جيل سابع نفس المواصفات. الاجهزه دي بقى مناسبه لايه؟ مناسبه للشغل المكتبي، شغل محاسبي، طلاب، حاجه هتبتدي بيها وهتفيدك جدا في الشغل. نيجي بقى للفئه المتوسطه، كله بيدور عليها برضو. هيبقى i7 HQ، رامات 16، هارد 512، كارت الفيجا بتاعه نيفيديا 4 جيجا. الفئه دي اظن كله بيدور عليها، مناسب للجرافيك، مناسب للهندسه، مناسب للالعاب، مناسب لكل حاجه. هي فئه متوسطه لكن بتديك كل اللي انت عايزه. الفئه الثالثه معانا، وده اللاب القليل جدا جدا وجوده في السوق، فئه مميزه، i7 جيل تاسع بروسيسور اتش. المميز بتاعه ايه بقى؟ مش هنتكلم على كل المواصفات اللي فيه، لكن هدي الاخيره بتاعته. الشاشه تاتش 4K، كل اللي عايز يشتغل برامج هندسيه قويه جدا جدا هيلاقيها متاحه في اللاب ده. شغل الجرافيكس في المشاريع القويه، كل ده اللاب ده هيوفره لك. لو عايز تستفسر عن اي لاب من اللابات دي، او لابات حتى تانية انت عايز تسال عليها، او لابات في نفس الفئه برضو انت محتاجها، ابعت لنا رساله واحنا هنساعدك في اختيار اللاب المناسب. وما تنساش، مع كومبيوسيف انت دايما في الامان.